لو نزلت اتمشيت في اي مدينه عربيه هتلاقي زينه على شكل سلاسل نور حواليها ورق ملون ومثلثات من القماش في كل الشوارع. بس عمرك بصيت كده على الزينه في يوم وقلت هي فكره الزينه دي جت ازاي او كانت فكره مين؟ تعال احكي لك. حكايه الزينه بدات في الظهور ايام خلافه عمر بن الخطاب. ساعتها سيدنا عمر امر ان كل المساجد تتزين وتتنور مع بدايه دخول رمضان. اما عندنا في مصر فالزينه وصلت لنا متاخر شويه، ان الخلفاء كانوا متعودين ان هم يخرجوا بموكب كبير متزين في كل موسم، ومن ضمن المواكب دي موكب خروج الخليفه للصلاه في اول جمعه من شهر رمضان. ومن يوم ما المصريين شافوا الموكب ده وهم ربطوا الزينه برمضان، وشكل الزينه في مصر اتغير على مر العصور. فزمان ايام الفاطميين كانت الزينه عباره عن اعلام بتتربط في حبال وبتتعلق، لحد ما الزينه دلوقتي بقت عباره عن احبال كهرباء فيها لغط صغير. الزينه موجوده في كل الدول العربيه لكن شكلها بيختلف من دوله للتانيه. وفي فلسطين الزينه بتبقى على شكل رسومات على الحيطان وجرافيك في كل الاماكن العامه. وفي سوريا رغم الحرب الا انهم لسه بيزينوا الشوارع باللغط واليافط المتعلقه اللي بتهني الناس بدخول رمضان. اما في اليمن عندهم حاجه اسمها القمريه، وهي عباره عن نص دايره مصنوعه من الازاز، هتلاقيها موجوده على معظم الشبابيك. قول لنا بقى عندكم زينه الشارع بتاعكم ولا لا؟ وما تنسوش تعملوا لايك وفولو لاي بلاتفورم تلاقونا عليها. وبس كده.